السلام عليكم، يا رب تكونوا بخير إن شاء الله وفي أحسن حال. إزيكم عاملين إيه؟ أنا النهارده عاملة ميكس سي فود في الكيس الحراري. أنا ما باحبش الكيس الحراري في أي حاجة، وما باحبش أستخدمه لا للفراخ ولا اللحمة. ممكن اللحمة، لكن مع الفراخ استحالة أستخدمه. قُلت أجرّبه في السي فود، ميكس سي فود، وقُلت أجرّب أعمله أشوفه هيبقى عامل إزاي، وطلع تحفة وجبار. وما تروحوش بقى المطاعم اللي عاملة الوصفات دي بالشيء الفلاني، اعملوه في البيت وهتشوفوا أسهل منه ما فيش. بأحلى نكهة وأبسط نكهة في نفس الوقت وأبسط طريقة. هتشوفوا الفيديو إن شاء الله وامشوا بالخطوات، ومش شرط تكون نفس مكوناتكم. نفس المكونات دي تقدروا تعملوها بأي مكونات المتاحة عندكم أو اللي تقدروا تستعملوها. أول حاجة أنا عاملة أخطبوط. طبعًا أول خطوة هنسلق الأخطبوط. الأخطبوط هيتسلق، مش هُم صغيرين مش كبار. هيتسلق مَيّة بتغلي، نزلت بجزر وبصل وعيدان أو سيقان التوم اللي أنا كنت حافظاها وشايلاها معاكم، وقُلت لكم إزاي تتشال، ومعلقة سكر صغيرة ورشة فلفل أسود ورشة خفيفة حبهان وورق لوري مطحونين مع بعض ومعلقة ملح. خلاص كده. بعد كده المَيّة، متأكدين إن المَيّة تكون غليت، نزلت ب2 أخطبوط صغنّنين حجم صغيّر خالص. طبعًا قُلت لكم تقدروا تجيبوا وتخلّوا الكيس الحراري ده مكوناته الحاجات اللي أنتم متاحة عندكم. بس كده أنا باحط الشوكة بتاعتي برضه لسه مش اللي هو الأخطبوط لسه ما استواش، مجرّد ساعة بالضبط لقيت الأخطبوط استوى. طبعًا لون المَيّة اتغيّر، لإن الأخطبوط فيه مادة كده قريّبة من زي الصبيط أو الكاليماري، فيها حبر شوية لون أسود. بس بعد كده طلّعته شطفته تحت مَيّة ساقعة ومسكته حطيته في مصفى وقطّعته. طبعًا الطبق اللي هناك أنا كنت عاملة الكيس فيه استاكوزا وكابوريا وجمبري وأخطبوط وحاجة اسمها أم الروبيان، ديول أم الروبيان. هو كان قنبلة من الآخر. مسكت الأخطبوط بتاعي رُحت مقطّعاه زي ما أنتم شايفين كده. طبعًا مجرّد الأخطبوط ما استوى، هو ساعة بالضبط على النار عشان صغيّرين وحجم صغيّر، فخَد منّي ساعة بس كده استوى. بس قطّعته قطع زي ما أنتم شايفين، وهنا هابتدي أعمل الخلطة بتاعة الخضار اللي هتتحط في الأكياس. البصل هنقطّعه كبير مش هنقطّعه صغيّر زي ما أنتم شايفين جوانح، ولكن جوانح كبيرة. ليه؟ عشان أنا مش عايزة البصل يختفي جوّه الكيس. حطيت جزر برضه قطّعته شرايح تخينة، مش كبيرة مش رفيّعة. دي اللي هي الbaby potato اللي هي بطاطس صغنونة اللي إحنا بنجيبها نسلقها ونحمّرها، قطّعتها برضه قطع كبيرة زي ما أنتم شايفين. تقدروا تستعملوا البطاطس العادية ولكن تقطّعوها مكعبات كبيرة. حطيت فصوص توم صحيحة، حطيت 1 فلفل حامي. اللي ما بيحبش الحامي يقدر يستغنى عنه وتستخدموا فلفل رومي. قطّعت مكعبات طماطم كبيرة زي ما أنتم شايفين كده بالضبط في الفيديو، مكعبات كبيرة. وجِبت ذرة ما سلقتوش، هو الذرة هيستوي جوّه الكيس الحراري. هاتبّل بقى ملح، مكعبات مرقة حوالي مكعبين أو مكعب، أنا مستعملة مرقة فورية، فلفل أسود، كمون، كزبرة ناشفة، شطة، مش عايزين شطة ما تحطوش، بهارات سمك، معلقة كبيرة أو معلقتين صلصة بيوريه، ومعلقتين صوص الفلفل الأحمر الحلو أو هريسة الفلفل الأحمر الحلو اللي على السخن. وقلبت ده كله مع بعضه. أنا عايزة الخضار يمتزج ويتغلف بكل البهارات بتاعتي اللي أنا عملتها. الريحة مش قادرة أوصف لكم عاملة إزاي، ريحتها تحفة تحفة تحفة. أبتدي أنزل بمكونات الكيس بتاعتي. دي كابوريا. طبعًا زي ما قُلت لكم تقدروا تستخدموا أي مكونات. دي استاكوزا، أنا مسكت الاستاكوزا فتحتها من الضهر بالسكينة علشان أضمن إن التتبيل يدخل للحم الاستاكوزا. وطبعًا أهم مكون في الاستاكوزا الديول بتاعتها، لإن هي اللي فيها كل اللحم. يا جماعة دي استاكوزا صغيرة مش استاكوزا كبيرة، بتبقى سعرها حلو ومعقول. ودي حاجة اسمها ديول أم الروبيان. زي ما أنتم شايفينها برضه فتحتها من الضهر كده علشان عايزة كل التتبيل وكل النكهات الحلوة اللي أنا عملتها تدخل جوه المكونات بتاعتي. هانزل بقى بالأخطبوط بتاعي
ونزلت بشوية جمبري. قلت لكم الاكياس دي عبارة عن قنابل متحركة. خلاص، واحنا دلوقتي مكونات كتيرة ومغذية جدا ومليانة فوسفور. آه، والريحه مش قادره اوصف لكم عامله ازاي. انا قلبتها كويس جدا. ليه انا ما حطيتش المكونات وقلبتها في الكيس؟ لان الكابوريا والاستاكوزا فيها اللي هي المخالب بتاعتها تقدر تقطع لي الكيس وتبهدل لي الكيس من الاول. فكنت عشان اضمن ان الحاجه تتقلب كويس جدا جدا وتتغلف بالبهارات بتاعتي من غير ما الكيس يتاذي ويتخرم او يتقطع، فطبعا رحت عملت في بوله، ورحت بدأت أنقل من البولة عشان أقلب براحتي. أنقل من البولة للكيس زي ما انتم شايفين. مسكت بقى البولة، طبعا البهارات دي كلها والنكهات دي كلها ما ينفعش اسيبها لازقة في البولة، فنزلت بشوية مية مغليين، ورحت منزلة كل النكهة وكل اللي انتوا شايفينه، كل الصوص اللي هو التتبيل والصلصة وصوص الفلفل الهريسة الحلوة. زي ما انتوا شايفين لازم كلها، ما ينفعش اسيبها. ما ينفعش لان كتيرة وكميتها كبيرة، وكان لازم اضمن ان كل التغليفة نزلت مع مع الكيس بتاعي والمكونات بتاعتي. مسكت الكيس بقى قفلته. طبعا شوية المية الصغننين دول برضو هيبقوا حلوين جدا في التسوية، لان كل النكهات هتنزل فيه. الفرن سخن، مشغلة شواية ومشغلة الفرن في نفس الوقت. بالظبط ساعة، نص ساعة على جهة، بعد نص الساعة التانية قلبت الأكياس على الناحية التانية، وساعة بالظبط كان الكيس كله استوى. أنا كنت عاملة 3 أكياس، دخلتها الفرن ساعة زي ما قلت لكم. فرن سخن مفتوح فوق وتحت، شواية وفرن في نفس الوقت، ونص ساعة على جهة، بعد نص ساعة رحت قلبها على الناحية التانية زي ما انتوا شايفين كده. دخلته الفرن وطلع بعد ساعة، ومسكته بقى في طاجن. عايزين تفتحوه في طاجن، عايزين تفتحوه في أي حاجة عندكم متاحة زي ما انتوا عاوزين. الوصفة تحفة. الخضار هتسيبوا كل حاجة وهتاكلوا الخضار، لأن الخضار شرب من النكهة بتاعة السي فود والبهارات والصوص اللي محطوط الأحمر والفلفل أو الصلصة. إن شاء الله تعجبكم، لازم تجربوها إن شاء الله، مستنية رأيكم. وصفة زي دي ممكن نعملها في رمضان، أواخر رمضان إن شاء الله، أو على العيد إن شاء الله، أو اللي يلحق يعملها دلوقتي يعملها. ألف هنا وشفا عليكم وعلى كل حبايبكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.